السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لائحه العطل الخاصه بالسنه الدراسيه 2024 2025. بالنسبه لهذه لائحه العطل فيها واحد الاختلاف بالمقارنه مع لائحه العطل ديال السنه الفارطه. غادي نتعرفوا على هذا الاختلاف في الاخر ديال لا فيديو. اول عطله عندنا المده ديالها يومين، وهي عطله ديال عيد المولد النبوي الشريف. العطله البينيه الاولى المده ديالها 8 ايام، يعني ما كاينش عندنا شي عطله فايته 8 ايام، كلشي العطل البينيه فيها 8 ايام فقط. بالنسبه للناس اللي كتقول لك حتى العطله والراجع، يعني العطله راه فيها 8 ايام باش تكون عارف واش غتكفاك ولا لا. ذكرى المسيرة الخضراء يوم واحد، عيد الاستقلال يوم واحد، العطلة البينية الثانية حتى هي 8 أيام، فاتح السنة الميلادية يوم واحد، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال يوم واحد، عطلة رأس السنة الأمازيغية يوم واحد، عطلة منتصف السنة الدراسية يعني ديال الدورة الأولى 8 أيام، العطلة البينية الثالثة حتى هي 8 أيام، عيد الفطر يا إما 3 أيام يا إما 4 أيام، عيد الشغل يوم واحد، العطلة البينية الرابعة 8 أيام. والحاجة اللي جديدة هاد السنة واللي هي غريبة أنهم عيد الأضحى يعني نقصوا نهار واحد وداروا 3 أيام، كان 4 أيام وداروا 3 أيام. إلا جينا نشوفوا شحال من عطلة بينية عندنا، يعني شحال من عطلة فيها 8 أيام، عندنا هنايا 3 وجوج شفناهم سابقا، يعني 5 العطل اللي فيهم 8 أيام فقط في السنة كاملة. يعني الناس اللي كتقول لك حتى العطلة والراجع بروغرامي من دابا، كل واحد يعرف راسو امتى خصو يعني يغيفيزي مزيان. بالنسبه للجديد اللي كاين هاد السنه هذه بخصوص المقررات او بخصوص الاطار المرجعيه وهي حاجه غتبقى كل مره نقول لكم حاجه باش هكا يعني ما تضغطوش، وفي نفس الوقت اللي باغي يبريباري السنه المقبله يبريباري من دابا، وبالتوفيق للجميع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.